اطيب شيء بادلب شو هو؟ شعبيات الادلبيه. هلا هنعلمكم طريقه التحضير تبعها. طريقه التحضير، اول شيء بنعمل العجينه. العجينه كيلوين طحين، 2 كيلو طحين. في ناس عم بيقولوا انه ما بيعرف عربي او لغته العربيه مكسره. نعم، انا كردي من عفرين، لذلك لغتي العربيه شوي لا تواخذوني فيها معلش، بس مفهومه. كيلوين طحين بنحطهم بالعجانه. شي يوم بدي صورك انت يا عبود وانت عم تصور. لا هيك كثير. هي حطينا كيلوين طحين بالعجانه. 100 جرام سمن حيواني، طبعا هذا للعجين. زيت 75 جرام زيت تقريبا. قطر 100 جرام. خلينا نحكي لغة عربية فصحى. بيضة واحدة. نعم، بيضة واحدة. هلا بدنا نضيف المي. بنشغل الماكينة، بنضيف المي تقريبا 2 كيلو طحين بده حسب العجينة، بده تقريبا كيلو مي، والمي الباردة بتشد العجين، لذلك عم نستخدم المي الباردة لعجين شعبيات إدلبية. وما أدراك ما أدلب. فرج بعد يومين حيكون معنا فرج حبيبنا وأخونا. بدنا نعمل كبة نية إدلبية، بتشوفوا يومين، بدنا بس يومين. تعال أبو، تعال صور. شوف العجينة سميكة. هاي العجينة لازم تكون شوي قاسية، لأنه بعدين بده ينضاف لها على الفتح زبدة، طبعا رشة ملح كمان. العجينة صارت جاهزة. عبود فرجيهم سماكة العجينة، خلي الناس يشوفوا سماكة العجينة. هلا صارت جاهزة، وبدنا نحن شو نسوي هلا؟ نفكها. العجينة صارت جاهزة، عجينة الشعبيات. هلا شو بنسوي؟ بنرجع هلا شو بدنا نعمل؟ بنروح على عملية التقطيع. بنقطع وبنريح العجينة تقريبا 10 دقائق. يا رب. عملية الرول، القطعة الواحدة تقريبا بتكون 60 جرام، وفيكم تعملون حبات صغيرة الميني شعبيات. في ناس بيعملوا حبات صغيرة، فيكم تعملون 30 جرام تقريبا، بس المتعارف عليه هو 60، وحسب كل منطقة. في ناس بيكبروا وفي ناس بيصغروا. هلا نحن نعملها تقريبا 60 جرام. هلا بنعملهم هيك شوية، نريحهم، بعدين بنروح على عملية التقطيع. بنضيف زيت النباتي اللي هو زيت الذرة او عباد الشمس. هلا بنعملهم كرات، بحيث لما بنجي نفتحهم بالسمنة يريحوا. يلا خلصنا الكرات. هلا شو بدنا نعمل؟ هنريحهم للعجينة تقريبا 10 دقائق، ونبلش بعملية المد. برجع بقول عجلنا العجين، ريحناها شوي، قطعناها كرات. هلا حنتركها ترتاح 10 دقائق. بنبلش بعملية توريقة لنحشيها بعدين. طبعا عملية التوريق بدها شيء 4-5 ساعات، ويفضل قبل بيوم. بس نحن عاملين عجينة جاهزة من امبارحة، حنستخدمها هلا بعملية حشي الشعبيات. هلا حنعلمكم عملية التوريق تبعها. هلا ارتاحت العجينة، وارتاح انت كمان يا عبدو، مستعجل بدك تروح على البيت. حنبلش بعملية فتح العجينة. ناخذ العجينة بنفتحها هيك، كتير سهلة. بدي اياكم تنتبهوا على ما صعبة ولا شيء. هاي بالبيت تعملوها. جينا فتحناها هيك، بنجيب الزبدة او المارجرين، ويفضل انه نخلط الزبدة مع المارجرين، بيطلع اطيب.
عملية سهلة كتير. شايفين كيف بنشيل العجينة من هون بنسكرها. ليه؟ مشان ما تطلع منها. بنحطها هون. ناخذ وحدة تانية. شايفين كيف سهلة جدا وبتنعمل بالبيت بالمصنع وين ما كانت. اهم شيء عملية توزيع المارجرين او الزبدة عليها. اهم شيء الزبدة تدخل هون بين الطبقتين. ليه؟ مشان يصير عملية التوريق تبعتها. العجينة صارت جاهزة. خلينا نبلش بعملية اللفة. طبعا نحن هون شو بنسوي؟ بنحاول نمدها قد ما فينا ونشدها. ليش؟ عملية الشد مشان تتوزع الزبدة جواتها. بنبلش من راس العجينة من هون بنلفها بالطريقة هاي. عبود إذا تقدر تصورها. شوف كيف هيك. أنا على مهلي عم بسويها مشان تتعلموها. طبعا هي بدها الشد. شايف كيف عبود؟ شايفين كيف صارت؟ بنجي بنحطها هيك. بعدين نكبسها الكبسة هيك ونشيلها لهون. صارت جاهزة. شو نعمل فيها؟ بنوديها على البراد او على الفريزر. هو الافضل بالبراد مشان بدها شيء 6-7 ساعات او 10 ساعات ترتاح لبكره تنعملها شعبيات. بس هلا نحن عندنا عجينة جاهزة حنجيبها ونعملكم شعبيات. لحظة بس نفرجيكم طريقة التعبئة، كيف بنحط القشطة جواتها ونحطها بالصينية وعلى الفرن. طبعا بعد ما جمدنا العجينة بتكون بالشكل هذا. شو بنعمل فيها؟ صبعتنا بنعملها هيك، بنسكرها هيك، بعدين نعملها العملة هاي، بعدين نقلبها القلبة هاي، نفتحها هيك. شايفين كيف؟ القشطة الحمية هلا جاهزة كمان تنحشي فيها الشعبيات الإدلبية. شايفين كيف؟ بنجيب لهون هيك، الشعبيات صارت جاهزة. دهناها سمن حيواني حتى تطلع طيبة. طبعا حشوات الشعبيات فيكم تحطوا جوز مع القرفة، فيكم تحطوا قشطة، فيكم تحطوا جبنة كمان، مثل المعمول اللي بالجبنة اللي سويناه من يومين لأهل اللاذقية اللي بقدموها هنيك. في كل الحشوات الطيبة ممكن تحطوها فيها. هلا صارت جاهزة. بنروح بنحطها بالفرن الحجري. واحلى تحية لاهل ادلب، اهل الزيتون والزيت، ولاهل عفرين. اطيب زيت في سوريا. نحن الزيت الكردي بعفرين هو اطيب زيت لانه انا من عفرين. وهي صينية لمين؟ هاي لكل واحد سوري طيب، لكل طفل سوري، لكل شخصية سورية. ابوس ربكن اطيب ناس. يلا عبود، يلا يا رب على الفرن. عشرين دقيقة وحتاكلوا شعبيات من فصل ادلب.